الزمالك عمره ما استغل الفرصه، لازم يلعبك الدنيا. يعني الاهلي اتعادل وكعبل، لا ازاي انا كمان لازم اتكعبل. حقيقه البنك الاهلي ماتشه مع الزمالك والتعادل بواحد واحد، نادي البنك الاهلي بيعمل بلوكات بس. يعني مفيش نقل كوره، مفيش تحولات من الدفاع للهجوم، ما تحسش بخطوره للفرقه. اي ضغط على الفرقه ديت بتقطع منه الكوره بسهوله. الزمالك ما استغلش ده. الزمالك راح في الشوط الثاني تحديدا كتير على المرمى وضيع فرص صراحه، ولكن ما استغلش الفرصه. ناصر ماهر لعيب عالي قوي، كان فايق في ماتش النهارده وبيستلم الكوره، هو اللي بيودي نادي الزمالك، هو اللي بيعمل هجمات خطيره. الضربات الثابته كلها بيستغلها صح، العرضيات ملوش حل. صراحه لعيب مميز جدا ومكسب لاي فرقه. شيكوبانزا رغم انه بيتفزلك كتير، بيمسك كرة كتير، بيلعب فردي كتير، لكن برضه في بعض الاوقات كده بتحس انه خطر. سؤالي هنا لمدرب نادي الزمالك هو انت ليه بتتاخر في التغيير؟ يعني عبد الله السعيد والدباغ كان المفروض بعد الشوط الاول يطلعوا. مستواهم في الماتش ده تحديدا ما كانش ليهم اي ادوار حقيقه. الزمالك ضيع نقطتين، والظروف خدمت البنك الاهلي في انه يوقف الزمالك وياخد منه نقطه.